انهيار وجنون عمرو أديب بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة في الدقائق الأخيرة. شاهد ماذا قال. ولكن في البداية صل على سيدنا محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصل كل ما هو جديد وحصري. علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الأهلي على بلدية المحلة في الدقائق الأخيرة وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة السعودية منذ قليل. قال عمرو أديب: هو في إيه بقي يا جماعة؟ يعني الأهلي مش عاوز يسيبنا نفرح شوية؟ يعني الأهلي مش عاوز يسيبنا نحفل عليه شوية قبل نهائي أفريقيا؟ ده أنا بعد جول ماجد هاني في الأهلي قلت للأهلاوية أصحابي كل عام وأنتم بخير. تيجي يا عم موستع كان عليا بلا الشكل ده أنا هتجنن له مستلي بقاله سنه مش شايف قدامه جاي النهار ده. يشوف يا خبر أبيض على الأهلي ده، يا خبر أبيض على الأهلي ده. فريق غريب فريق عجيب كان الوقت الضايع ده صف باسمه في الشهر العقاري. لكن أنا مش هيس، أنا مكمل مع الأهلي لحد نهائي أفريقيا، لحد ماتش للترجي وهشوف بقي للروح دي الظهور قدام الترجي التونسي. ولا لا علشان لو ظهرت بالشكل ده وبالطريقة اللي أحنا شفناها النهار ده أنا هعتزل فرجة على الأهلي وعلى الكره خالص. لا نكده دمي هي تحرق ومش هيشوف قدامي.